السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة مطبخ ربة منزل كويزين ريم. نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، ودعموني حبيباتي بالتعليق والبارتاج والجام. مشاهدة ممتعة. راح نعمل معاكم كريات السلق تحت طلب متتبعة عندي في القناة، وكذلك يعني صديقة وفية في الفيسبوك. اذا حبيباتي لهنا طلبت مني اني ندير لها الكفته تاع السلق. هذه طريقتي في الكفته تاع السلق، كما يعني درت لكم قبل الطريقه تاع البسباس. نجيبوا زوز ربطه تاع السلق، نحيو هذوك الريسان هذوك الزايدين، ونحيو العواد هذوكم نحتاجوهم من وصفه اخرى. نحتاجو غير الورق البنات. انا حكمت فورت الورق، شيحتهم مليح من الماء كيف راكم تلاحظوا شايحه. درت معاهم شويه تاع معدنوس، شويه تاع سكالوب ريحيتو، بيضه، ولهنا 3 مغارف كبار تاع لا شابلور. البنات السلق لازم قطره تاع ماء ما تكون فيه، يكون شايح تماما. اذا البنات لهنا حطيت شويه تاع فلفل الكحل، شويه تاع كزبر مرحي، شويه تاع معكر، فلفل عكري احمر، وشويه تاع فلفل احمر حار، وتوابل الدجاج، ونخلط كلش مع بعضه كيف راكم تلاحظوا لهنا. وحطيت معاهم بصل، اني نسيت ما ذكرتكمش البصل. شوفوا الهانه اللي راني فيها، معليش راني صايمه وممتون قاعده نخدم. لهنا في المرقه البنات حكمت بصله صغيره، زوز سنات تاع توم، ودرت درت شويه تاع طماطم، وقليت مليح هذيك لاصوص تاعي، يعني لاصوص اختياريه كما تحبوا ديروها انتم. وحطيت لها شويه تاع معدنوس. مام حتى في لافاخس هذه البنات درت لها زوز سنات تاع توم. اذا البنات لهنا خلطت كلش مع بعضه وخليتها ترتاح شويه في الفريجيدار. جبت كعبه مكعب تاع شاف فرماج، وقصيته كما راكم تلاحظوا بالطول. زدت جبت بلاطو حطيت فيه شويه تاع فرينه، جبت مقله على جنب وحطيت فيها شويه تاع الزيت، ونخليه يسخن مليح البنات. ونروح نشكل الكريات تاع السلق تاعنا. السلق يجي بنين 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 هايل مع السكالوب البنات، مع الدجاج، صدر تاع دجاج ولا سكالوب، فيونداشي اللي تحبوا انتم، الموجود الجود من الموجود. البنات لهنا نشكل كريات، تحبوا ديروهم صغار تحبوا ديروهم كبار. انا حقيقه درتهم كبار، ما حبيتش يعني راح لي الحال شويه على الفطور، حبيت نزرب فقط. ورحت قد نحشي فيهم بالفرماج. كما نعرفوا انه السلق يجي هايل مع الفرماج، لذلك يعني حبيت نحشيه هذه المره. كيف راكم تلاحظوا البنات درت كوريه مقبوله. تحبوا انتم تصغروهم، تحبوا تزيدوا تكبروهم، الاختيار يعود لكم انتم. كيف راكم تلاحظوا نكوروها مليح البنات، نكورها مليح. ولدي لهنا شيطني ما حبش يعدل لا كاميرا قد لهنا. نكوروا الكريات كاملين، ومن بعد نرجع للخطوه الاخرى. حبيباتي اللي وصل معايا للفيديو الحد هذا، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. البنات دعموني من لايك وكومنتير زين كيفكم انتم، وما تنساوش الجام بارك الله فيكم هو اللي طلع لي الفيديو، وماذا بكم البارتاج ثم البارتاج ثم البارتاج. اذا حبيباتي كيف راكم تلاحظوا كيف الفيديو راهو يهدر وحده. لاصوص البنات جات بنينه 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 وخاطره هايله، يعني قليتها غير بشويه تاع ماء بركه، ما حبيتش نكتر لها وخليتها تختار. كي اختارت يعني به من بعد نروح نضيفوا لهم الكريات هذو دوكا تشوفوهم بعد في الصحن التقديم. اذا حبيباتي كملت كامل الكميه مع الاستعانه بالماء، به ما تلصقش في يدي هذاك سكالوب. نروحوا نهزوا البلا، وكما راكم تلاحظوا واش قاعده ندير. لازم هذيك الكريه تاعي كامله تروح بالفارينه، كامله تتغطى بالفارينه كيف راكم تلاحظوا. ولهنا الزيت تاعي راهو سخن، نكملوا كامل الكميه ونزيدوا نعدلوها باليدين مليح. يعني راهي الخطوات لهنا ولدي شيطني يا البنات، شيطني تاع الصح. انا نقول اعدل صور مليح، وهو والله شيء حاط في حال اللي غير في يدي. اذا البنات لهنا ونحط الكريات تاعنا ونحمروهم شغل حتى ياخذوا اللون الذهبي.
شوفوا لهنا كيفاش مازالت محلوله. نروحوا نحاولوا ان نغطيوها مليح مليح مليح، ونزيدوا نحطوها في المقله، نحطوا كامل الكميه ونخليوهم يطيبوا حتى يديو اللون الذهبي. دوك تشوفوا كيف نديروا. هنا حبيباتي كملت قليت كامل الكميه تاعي، وها هي الكفته تاع السلق تجي زاكيه الله يبارك ما شاء الله. انا راني حطيت العشاء لاولادي كلش باه صورت في حالته صورت. شوفوا لهنا كيفاه جات المرقه تاعها خاطره ما شاء الله. جات الكفته كبيره الله يبارك، العين تاكل قبل ياكل قبل الفم. جات بنينه هايله البنه ما شاء الله ما شاء الله. قل اعوذ برب الفلق. البنات ما تنساوش ادعموني البنات باه نزيدكم وصفه الجلبانه بمرقه حمراء هايله 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 البنات. يعني حنعطيكم الاسرار تاع الطبخ باه تجيكم ماكلتكم بنينه. البنه عضمانتي البنات، عضمانتي. تبعوا جميع الخطوات فقط وتلقاو باذن الله البنه. رمضان هذا حيروهم حبسوا لهم مخهم بالوصفات تاعكم. ما بقى لي الا نقول لكم بالصحه والعافيه، في امان الله وحفظه، مع الف سلامه. احبكم في الله.